ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني ثم في ذلك الوقت، في ذلك الموقف العظيم، تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله تسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر؟ والصواب أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجوع فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له فإنه يرجع. فلحقتهم وقالت إني سمعت سلامكم ولكني أحببت أن أزداد في الخير، لأن الرسول يدعو بالسلام عليه، حبت أن يتكرر دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لهم. فرجعوا فسألوا عن زوجها فقالت إنه ذهب يستعذب الماء، أي يأتي بالماء العذب الطيب. فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح بهم فرحا عظيما.